بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. النهارده تاني يوم للفراخ البيضة بتاعتنا، لسه مخلصناش التطعيمة اول 3 ايام بس. هنبدأ مع التطعيمة كده، نبدأ نضيف اضافات لفتح الشهية للفراخ. فهندخل في الوصفة على طول. معايا هنا نص معلقة صغيرة من الكركم ونص معلقة صغيرة من حبة البركة، وحوالي ربع حباية كده من البيض، ربع حباية بس ما تكتريش. طبعا البيض بروتين ممتاز جدا للفراخ، كمان الفراخ لسه متعود لسه طالعة من البيضة، وريحة الزفارة بتاعة البيض متعودة عليها فهتاكل على طول. حبيت البركة بتحد من الموت المفاجئ ورافع مناعة ممتاز جدا، كمان فاتح للشهية وبتعلي من التحويل. الكركم ده كلنا عارفين الفوائد بتاعته، صيدلية متكاملة، رافع مناعة، مضاد سموم، وكمان فاتح شهية. فهنقلب الخلطة الجميلة دي كده مع العلفة كويس جدا. زي ما قلتلكوا ده تاني يوم، لسه بنحط 8 ساعات الفيتامينات و8 ساعات المضاد الحيوي اللي هي التحصينة اللي جاية مع الفراخ من الشركة بتاعتها. فأنا بحط 8 ساعات مضاد حيوي و8 ساعات فيتامينات بس. كمان النهاردة هبدأ أضيف لهم إضافة كده على المية عشان تديلهم شوية نشاط، وكمان تخليهم يسحبوا في العلف. معلقة عسل أسود صغير. العسل أكتر حاجة هنستخدمها في الدورة بتاعتنا. ان شاء الله تعدي على خير. اهم حاجة الارضية تحتهم تكون ناشفة مفيش رطوبة. كل فترة كده رش شوية زيت. خلي بالك من التدفئة، ما تنزلش عن 31 وما تزيدش عن 33 34 بالكتير قوي. اول اسبوع. طبعا هم واقفين في جنب كده بس عشان خايفين مني التصوير وكده، لكن انا كل فترة يعني كل ساعتين 3 بمر على الفراخ بتاعتي. طبعا حسبي الله ونعم الوكيل، الفراخ ما طلعش فيها 2 بس فرز تاني، لا هم حوالي 3 4 فرخات فرز تاني، منهم الفرخة المعوق اللي انا وريتلكم في الفيديو اللي فات، وظهر معاهم فرخين 3 كمان وظهرين خالص. كمان في الفراخ يا بنات اللي تلاقي الريش في جناحها ظهر تاني يوم واضح قوي كده، تعرفي ان هي مش فراخ مش كويسة. وكمان الفرخة لما يبقى في دراعه ريش ابيض كده، هو ظهر عندي بوضوح من تاني يوم زي ما انتم شايفين. طبعا الفرخ ده ما بيبقاش سوبر، ما بيبقاش فرخ سوبر. فالحمد لله الفراخ مش انا اللي جايباها بايدي وجايه من مشوار، ولا ينفع نرجع ولا ينفع نروح نقول ان طلع 3 فرخات او 4 فرخات فرز تاني. كمان المشكلة الأكبر أو المفاجأة بقى اللي تصدم بجد، إن اللون الأسود اللي على الفراخ مش أساسي في الفراخ، ده لون. فالحمد لله احنا بنعمل حاجة في بيتنا نيتنا خير، فإن شاء الله تعدي على خير بأمر الله من غير نافق أو خساير. وحسبي الله ونعم الوكيل في الناس اللي بتنصب على خلق الله دي، والله مش عارفة بيستحلوا الفلوس دي ازاي. احنا ماشيين معاهم بالوصفات الطبيعية مع الفيتامينات الأساسية. زي ما قلت لكم أنا ما بحبش أدي أدوية كتير. التحضيرات الأساسية بتاع الفراخ هنخلص أول تحضيرة وهتجيب مضاد سموم والفيتامينات الأساسية اللي هتمشي معانا، وبعد كده خلطات بسيطة، مش أي حاجة نسمعها هنا أو هنا نجري نعملها. لا، أنا متعودة بربي كام فرخة كده في البيت كل فترة، فبديلهم حاجات بسيطة، وكل حاجة بنزلها ببقى عارفة الفوائد بتاعتها. اهم حاجة تاني الارضية بتاعتهم تكون ناشفة باستمرار، مفيش رطوبة، دايما رش جير لو مش هتغيري، او احنا يعني تقريبا كده في الشتاء ما بتكنسيش غير مرتين 3 طول الدورة كلها، فانتي بتزودي نشارة او تبن وترشي جير. فشايفين الفرخ ده يا بنات، ده الفرخ اللي وريتهولكوا اول يوم. انا والله يعني صعبان عليا، هو بياكل وكل حاجة بس اسبوع كمان ومش هيقدر يقف على رجليه. اما بقى تدي وصفات او فيتامينات هو يلا الحمد لله. فانا مش عارفة، قوليلي في التعليقات اطلعه بره يموت لوحده ولا اسيبه خلاص. الكام فرخة التانيين عادي مش مشكلة، يبقوا موجودين، هما الأوزان بتاعتهم هتبقى متفاوتة أو كده بس عادي، هما ماشيين على رجلهم عادي الحمد لله. فمع الاهتمام والوصفات بتاعتنا إن شاء الله هيظبطوا بأمر الله من غير مقاطعة. بس زي ما قلت لكم أهم حاجة نهتم بالفرشة بتاعتهم. التهوية يعني ما تقفليش على الفراخ عشان احنا في الشتاء والجو برد نقول هنقفل كل حاجة، لأ، لازم يبقى فيه تهوية. الفراخ مر عليها كده كل ساعتين كل 3 ساعات بالكتير،
شوفي الفراخ واقفة في زاوية، الفراخ بتنهج، الفراخ ملمومة تحت اللمبة يبقى الجو برد عليهم، واقفة في الزاوية يبقى الجو درجة الحرارة عالية. لكن طول ما الفرخ منتشر في المكان كده يبقى الأمور تمام وكل حاجة زي الفل. ولا تجوعي ولا تعطشي لحد عمر ال10 أيام إن شاء الله. كمان لما أجي أنقلهم من المكان ده أقول لكم ننقلهم إزاي من غير ما ياخدوا مننا دور البرد. واهم حاجة نحافظ الوصفات اللي هنديها، نكون عارفين كل عنصر هننزله على الاكل او في المية بنستفاد منه بايه، وما نكترش. يعني لو هنضيف اي خلطات او اي وصفات ما تكتريش. يعني انا حاطة تقريبا ربع معلقة كده من كل حاجة، من اللي هي المعلقة الصغيرة بتاعة الشاي، ليه حوالي ربع كيلو من العلف. البيض طبعا معروف كمية البروتين اللي فيه، هيدي للفرخة بتاعتنا بروتين. الكركم وزي ما قلنا الفوائد بتاعتها يعتبر صيدلية متكاملة. حبة البركة هم يعني أول حاجة بياكلوها حبة البركة، لونها مختلف كده وحجمها صغير فبينقضوها على طول. طبعا عارفين ان حبة البركة برضو رافع مناعة وبتحد من الموت المفاجئ ومضاد سموم. انا هنا كنت بوريكم ان اللون الاسود اللي على ظهر الفرخ مش لون اساسي في الريش ده، بودرة كده، بس الفراخ بقى خافت منه وقفت في الزوايا. فاحنا هنقفل عليهم دلوقتي وهوريكم فتحة التهوية. العسل الاسود انا هحطه لهم ال8 ساعات الراحة. يعني احنا عندنا مثلا حط زي ما قلت لكم 8 ساعات الفيتامينات، 8 ساعات المضاد الحيوي، في 8 ساعات كده من ال24 ساعة راحة مفيش فيهم حاجة. فانا النهاردة اديت لهم فيها عسل اسود. اهم حاجة في اول 10 ايام متابعة الفراخ، تابع الفراخ كويس، ما تحطيش اكل ومية وخلاص. خلي بالك من الحمام بتاعهم، الحمام الطبيعي يكون متماسك لونه بني وفيه خط ابيض، اي لون تاني يبقى كده اسهال ولازم علاج فورا. البدايات السريعة كده لما تلاحظي التعب في اوله بيبقى ان انتي ممكن تعالجيه بحاجات بسيطة من البيت. حسيت ان الحمام بتاعهم فيه اسهال ولكن لونه بني وفيه الخط الابيض عادي، معلقة نشا على العلفة او تدوبي معلقة نشا في المية يومين وخلاص هتلاقي المشكلة اتحلت. لكن مخدتيش بالك والمشكلة كبرت وبقى اسهال دموي او اسهال ابيض، فانت دخلت كده على الكوكسيديا وبتحتاجي علاج بيطري فورا. انا خلاص قفلت عليهم طبعا علشان الصوت وقفوا في جنب كده، ولكن بعد شوية هتلاقوهم بينتشروا في المكان. لازما فتحة التهوية تكون من فوق مش مباشرة على الفراخ، الهواء بيدخل لهم من فوق بيعدي على اللمبة فبينزل سخن بدرجة حرارة المكان وبيكون فيه تهوية. لكن ما نكتمش على الفراخ وبعد كده نقول جالهم اسهال جالهم طشمة عطسة اي حاجة، لا كل ده تاخدي بالك منه كده من اول الدورة. ان شاء الله تكون خير واشوفكم في اليوم الرابع.